السلام عليكم. واش سبق لكم مشيتوا شي مره لشي عرس وفجأة الناس اللي حاضرين في هذا العرس بداو كيضربوا في بعضياتهم بحال الحماق وبدون اي سبب؟ في 2022 كان العرس ديال واحد الشاب اسمه وهبة سامي. في نهار ديال العرس او في الوقيته ديال العرس كان كل شي ماشي مزيان. الناس اللي حاضر العرس كيشطحوا والعروسة والعريس حتى هما في الوسط كيشطحوا وكل شي ناشط وبخير وعلى خير، حتى فجأة كل شي تقلب رأسا على عقب، خاصة ملي حطوا في البوفي مشروب اسمه تمر هندي. هنا كل واحد شرب هذا المشروب تقلب وتغير المزاج ديالو 180 درجة. من بعد ما كان العريس فرحان وناشط بالعروسة ديالو، فجأة بدا كيجيه واحد الحريق في الكرش ديالو، حريق اللي كان مجهد بزاف. ومن بعد بدا كيستفرغ او كيتقيا كل شي كلاه. اما بالنسبة للعروسة فاللي وقع ليها اغرب واغرب اللي وقع للعريس. فجأة كانت جالسة في البرزة، تيبسات وجمدات في بلاصتها ولات بحال الصنم، وفجأة سخفات وطاحت في الأرض. وبالنسبة للناس اللي كانوا معروضين وحاضرين في هذا العرس، جاتهم واحد الهستيرية وحالة غريبة اللي فعلا كتخوف. فجأة ناضوا كيتضاربوا ويتقاتلوا وكيتريشوا وكيسبوا في بعضياتهم، لدرجة واحد السيدة كبيرة في السن ناضت وبدات كتغوت وتضرب في وجهها. ومن بعد داكشي حيدات الشال ديالها او الحجاب ديالها وبدات كتنسف شعرها. وطبعا هاد الهستيريا او هاد الحالة اللي وقعات للناس اللي تما ما عندها حتى شي سبب. فهنا هاد العرس تحول لكارثة وحتى شي حد ما فاهم شنو واقع تما. لكن الناس اللي ما شربوش مشروب التمر الهندي ما وقع لهم والو، لكن بقاو واقفين ومصدومين في داكشي اللي كيوقع. وفي نفس الوقت ما قدروش يتدخلوا ويهدئوا الوضع لأن الوضع كان خارج السيطرة. المهم العرس تحول لكارثة. المعازيم والناس اللي حاضرين لهذا العرس بقاو كيتضاربوا ويتقاتلوا، وكاين منهم اللي ولا كيطيح في الأرض ويسخف، والبعض الآخر ولاو كيتكلموا بكلمات غريبة أو كيصدروا أصوات اللي كتشبه الأفاعي. الناس اللي ما شربوش هذا المشروب وكانوا باقين في الوعي ديالهم قالوا بأن واحد السيدة اسمها زازا دارت السحر في هذا المشروب، وهي السبب في هذا الشيء اللي وقع في هذا العرس. هاد السحارة معروفة ومشهورة في المنطقة ديالهم، ومعروفة خاصة أنها كدير السحر الأسود. وقالوا كذلك أنهم لاحظوا ملي مشات هاد الساحرة عند العروسة باش تعطيها الهدية ديال العرس اللي هي النقطة، يعني الهدية أو الفلوس ديال العرس باش تبارك ليها. فهنا مباشرة العروسة وقع ليها اللي وقع، يعني تجمدات ويبسات في بلاصتها ومن بعد طاحت وسخفات. فبقات هاد الكارثة مستمرة، وشوية بشوية العريس بدا كيفيق وكيتوقد لهادشي اللي واقع. فالعائلة ديالو والعائلة ديال العروسة نصحوه باش ياخد مرته ويمشي ويطلعوا الشقة ديالهم. فملي مشى عند العروسة ديالو باش ياخدها ويمشي في حاله، ما بغاتش تنوض من بلاصتها وبدات كتعاير فيه وتسب فيه وتضرب فيه، لدرجة أنه الفستان اللي كانت لابسة تقطع عليها. فهو بالرغم من هادشي خداها بالسيف عليها وطلعها للشقة ديالهم. فمن بعد ما مشى العريس والعروسة للشقة ديالهم، جا خال العريس وقرر أنه يجيب شي شيخ أو شي قارئ باش يدير المعازيم الرقية الشرعية. فعلا جا هاد الشيخ أو هاد القارئ وبدا كيقرأ لهم الرقية الشرعية، فاكتشف بأن المعازيم والعرس كله تعرض لسحر جماعي، وهو السبب في هادشي اللي واقع في هاد العرس، وهو سحر الجنون أو سحر الحماق، وهادشي اللي أثر على الناس. فهنا القارئ حاول وتمكن أنه يسيطر على بعض الناس، لكن البعض الآخر قال بأنهم هاد الجلسة ديال الرقية الشرعية ما كافياش، وبأنهم محتاجين لجلسات كتيرة باش يمشي منهم هاد السحر. من بعد ما داز 4 أيام على هاد الحادثة، الراقي بقى مستمر كيدير جلسات ديال الرقية الشرعية للناس اللي كانت الحالة ديالهم صعيبة.
واحد السيدة أخرى اللي كانت في هذا العرس جابوا ليها العائلة ديالها راقي آخر، وملي كان كيدير لها الجلسة ديال الرقية الشرعية فجأة بدا كيفقد التركيز ديالو وبدا كيتوهم أو كيشوف أشياء غريبة. الناس ديال القرية اتهموا زازا بأنها هي السبب في هذا الشيء اللي وقع في هذا العرس، وقالوا بأن قبل العرس بنهار شي حد مشى عندها وطلب منها باش دير السحر وتخرب وتضيع هاد العرس. فتقال بأن هاد العرس كان فيه جوج أنواع ديال السحر. السحر الأول هو الفلوس اللي عطاتها العروسة، يعني الهدية اللي عطاتها العروسة في يديها، وهذا كان النوع الأول واللي كان خطير وقوي بزاف. أما بالنسبة للسحر الثاني فكان مديور في المشروب ديال التمر هندي اللي كانت هي اللي صايباته بيديها وكانت كتفرقوا على المعازيم. وقالوا كذلك أنهم شافوا شي شخص دخل عندها لدارها مع الفجر، وكان هاد الشي قبل العرس بنهار واحد. واللي زاد أكد هاد الشي بأن السحارة زازا هي السبب في هاد الشي اللي وقع في هاد العرس. قالوا بأنهم تمكنوا يعرفوا شكون هاد الشخص اللي جاء عندها قبل العرس بنهار. قالوا بأن هاد الشخص معروف بأنه المساعد ديالها أو الوسيط بينها وبين الناس اللي باغين يديروا السحور عندها. فالناس ديال هاد القرية من بعد ما تأكدوا بأن هي مولة هاد الفعلة تجمعوا كاملين ومشاو حدا الدار ديالها وشعلوا فيها العافية. هنا السحارة زازا مباشرة اتصلت بالشرطة أو بالجدارمية. فعلا الشرطة جاوا بسرعة وحاولوا يسيطروا على الوضع ويهدئوا الناس ديال القرية. من بعد خداو معاهم الكوميسارية الناس اللي شعلوا العافية في الدار ديال الساحرة زازا. من بعد ما خداوهم واستجوبوهم عاودوا ليهم على شنو وقع في العرس وبأن هاد الساحرة خطيرة ودايرة الفتنة والمشاكل في القرية ديالهم بسبب الأسحار ديالها الخطيرة. من بعد ما الشرطة سالت تحقيقات مع هاد الناس مشاو مباشرة للدار ديال هاد الساحرة وخداوها معاهم وداروا معاها التحقيقات حتى هي من جديد. فاعترفت بأنها هي السبب في هاد الشي، وقالت بأن الناس أو الأهل ديال هاد القرية ما كيحملوهاش وحتى شي واحد ما كيتكلم معاها، وبأنها هي دارت هاد السحر باش تنتقم منهم كلهم. وبسبب هاد السحر الخطير الناس اللي كانوا معروضين في هاد العرس جاتهم حالة مس جماعي. فهنا القضية ديال الساحرة زازا تحولت للداخلية وتحكم عليها ب15 يوم على ذمة القضية، يعني حسب القانون المصري. طبعا هاد القضية تعرفات وتنشرات في مصر كلها. فهنا كنكون وصلنا لنهاية القصة ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تنساوش اشتراك واللايك والبرتاج مع الأصدقاء والأهل والأحباب، وشكرا جزيلا على المشاهدة. إلى قصة مقبلة إن شاء الله، ومع السلامة.